الكثير من الفرق سواء صغيرة أو أكابر يتساءلون واش هو البرنامج اللي درتوه انتم كاتحادية أو كرابطة لهذه الفئات بمناسبة رمضان الكريم. شكرا سيدي. هو بالنسبة لرمضان الكريم بالنسبة للفئات الصغرى عندنا تعليمة من الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، وين في قبل رمضان تكون كلها مجبورة للراحة، بما فيها هما تعرف باللي امتحانات كلها صادفت في رمضان، وعطينا احنا فرصة لكل الفرق وكل التلاميذ انها باش يزاولوا الدراسة تاعها قبل الرياضة في الموسم هذا، في هذه العطلة هذه. بعد العطلة 24 أو 25 في الشهر تنطلق البطولات الشبانية في راحة تامة بعد انتهاء من كل الدروس والامتحانات. وبالنسبة للأكابر ما هو البرنامج اللي راح نديروه في رمضان الكريم؟ بالنسبة للأكابر يعني يوم الخميس هذا اللي رانا مقبل تنتهي تحبس البطولة إلى غاية يعني 12 يوم راحة، يعني تقدر تقول 12 يوم راحة، وتبدأ المقابلات في رمضان كل أسبوع يكون جولة، كل جولة يعني نديروا حوالي في رمضان هذا حوالي 3 جولات. يعني اليوم قاعد اليوم في المستقبل راح يكون برد الحال شوية، يعني تكون مازالت يعني وتكون مقابلات مبرمجة إريحيين لكل الفريق. كلمة نتمنوا لكل الأسرة الرياضية والإسلامية والجزائرية رمضان كريم إن شاء الله، نصوموه بالصحة والهنا والعافية، وإن شاء الله تكون أخوة بين الجزائريين وبين الفقراء لازم نشوفوا ليهم يعني، وتكون يد المساعدة، وإن كان في الدولة راهي قاعدة تساعد، ولكن المساعدة اللي تكون بين الشعب تكون أحسن وأحسن. بارك الله. إن شاء الله نتمناو للولاد في الامتحانات هذو النجاح ولادنا، إن شاء الله يكونوا في المستوى الدراسي، لأن الموسم الدراسي كان شاق بالنسبة لهم، وإن شاء الله يفوزوا بكل الامتحانات اللي المقبلة إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك.